الحكاية بتبدأ في ساحة كبيرة، جيش من الهمجيين حصروا مدينة الامبراطور والجنرال ما كانش عارف يتصرف ازاي. اما قائد الهمجيين شي هو ومساعدته جون امروا الجنود بالهجوم، والمعركة بدأت بدون سابق انذار. في البداية الهمجيين قذفوا مقاتلين لابسين اجنحة عشان يطيروا من فوق الاسوار ويدخلوا المدينة، اما جنود الامبراطور اتغفلوا وما قدروش يدافعوا عن نفسهم. للأسف الهمجيين سيطروا في القتال وكانوا هيأذوا الناس الابرياء، لكن فجأة شاب قوي ظهر وقاتل بشراسة. الشاب ده اسمه زانج وكان ماهر بفن التاي تشي، ده غير ان في بنت صغيرة اسمها وان كانت بتساعده لانها تلمسته وتعلمت الفنون القتالية منه. في البداية زانج بدأ يخلص على الهمجيين واحد ورا واحد وقدر ينقذ الجنرال من جون مساعدة شي. وهنا بنعرف ان جون الغدارة سرقت شنطة مهمة وسط المعركة وسلمتها لشي. اما زانج حفز الجنود عشان يدافعوا عن المدينة وقدر انه يرعب الهمجيين لحد ما هربوا زي الجبناء، لكنه اتفاجئ ان وان تلمسته مش موجودة وعرف انها اتخطفت. الهمجيين اللي خطفوا وان اخدوها وحاولوا يستخبوا وسط الغابة، لكنهم حسوا ان في حاجة غريبة بتتحرك تحت الارض وبلعت واحد منهم. وهنا زانج حضر اخيرا وكان عايز ينقذ تلمسته، لكنه اكتشف ان في دودة عملاقة موجودة وراه. في البداية زانج تفادى الدودة بمهارة رهيبة وقدروا انه ينقذ وان على اخر لحظة، بس اول ما الدودة قربت تخلص عليه فجأة في سيدة ظهرت وبدأت تعزف عشان تهديها. السيدة دي اسمها يو، ولما زانج شافها انبهر بجمالها. بعد كده شكرها لانها انقذته، فيو قالت انه بيتعدى على الغابة ولازم يخرج من هنا باسرع وقت. في النهاية زانج اخد وان وانطلق بيها للمدينة لانها كانت جعانة وعايزة تاكل. في الوقت ده الجنرال كلم قائد جيش الامبراطور وقال انهم محتاجين دعم باسرع وقت، فالقائد قال ان كل الطرق مقطوعة وهيضطروا يقاتلوا الحرب لوحدهم. طبعا الجنرال حس باليأس، ولما كان بيطمن على الجنود زانج ظهر وبدأ يتكلم معاه. زانج والجنرال كانوا اصدقاء من صغرهم ويعرفوا بعض من زمان، لكن اول ما الجنرال طلب من زانج ينضم للجيش زانج رفض وقال انه عايز يعيش حر بدون اي قوانين. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث لكوي. كوي معلم فنون قتالية يعرف اساليب سرية مميتة واتسجن لمدة 12 سنة بسبب جرايمه، بس المشكلة ان زانج كان بيقابله كل يوم وبيتعلم منه تقنية الووجي السرية. التقنية دي بتخلي المقاتلين يحركوا اي حاجة بدون ما يلمسوها، وزانج استغل سجن كوي وخدعه عشان يعلمها ليه. في الوقت ده كبير المعلمين عمل مسابقة قتالية ما بين تلاميذه، وقبل ما المسابقة تنتهي زانج ظهر وقاتل بشراسة عشان يثبت قوته ويعرف تلميذته وان بقدراته الخرافية. وفي وسط المعركة زانج استخدم فن الووجي بالغلط، فالمعلم ومساعده اتفاجئوا لان الشخص الوحيد اللي يعرف الفن ده هو المجرم كوي. لما زانج كسب القتال مساعد المعلم قال انه خاين لانه بيتعلم من المقاتل الخطير كوي. طبعا زانج حاول يكذب، لكن المعلم زعقله وقال انه ممنوع يستخدم الفن ده تاني والا هيطرد من مدرسة الفنون القتالية. فزانج تجاهل كلامه، واول ما قعد عشان يستريح اكتشف ان مفتاح سجن المجرم كوي ضاع منه. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث ليو اللي انقذت زانج من الدودة. يو تبقى بنت كوي وقابلت شي قائد الهمجيين هو ومساعدته جون، وكان معاهم مقاتل مقنع ومحارب بوجهين. وهنا بنعرف ان الشنطة اللي جون سرقتها وسط الحرب كان فيها مفتاح سجن كوي، وشي عرض على يو تساعده في تحرير والدها لكنها رفضت لانه غدار وملهوش امان. فاتباع شي هجموا عليها بشراسة، ومع انها قدرت تهرب المقاتل المقنع سممها على اخر لحظة. في الوقت ده زانج اتكلم مع وان وقال انه لازم يدور في كل الاماكن لحد ما يلاقي مفتاح سجن كوي. بعد كده انطلق للغابة وبدأ يبحث فيها، لكنه اتفاجئ ان الدودة العملاقة ظهرت من جديد وطلبت منه يتتبعها. الدودة دلت زانج لمكان يو، واول ما زانج شافها لاحظ انها مصابة بشدة، فاخد عصا بامبو من الغابة واستخدم تقنية سرية عشان يجبر جسمها يخرج كل السموم. بالفعل تقنية زانج تمت بنجاح ويو فاقت من الغيبوبة. في البداية زانج حاول يسألها عن اهلها لكنها رفضت ترد عليه وقالت انها بتتمنى تبقى حرة زيه في يوم من الايام لان حياتها صعبة وبتواجه مشاكل كتيرة. بعد كده انطلقت بطريقها.
في الوقت ده بمدرسة الفنون القتالية المحارب صاحب الوجهين هجم على كل التلاميذ، واول ما حاولوا يتصدوا ليه جون الغدارة كتفتهم بخيوط رفيعة جدا وخلصت عليهم في ثواني. اما زانج كان بيتمشى في الغابة واتفاجئ بوان وهي بتبلغه ان الهمجيين هجموا على المدرسة ولازم ينقذوا اصدقائهم باسرع وقت. للاسف الهمجيين اقتحموا سجن كوي، ولما وصلوا استخدموا مفتاح زانج عشان يفكوا قيوده. اول ما كوي اتحرر اخيرا قال انه هينتقم لانه اتسجن اكتر من 12 سنة، وبدأ يخلص على كل التلاميذ واحد ورا واحد لحد ما كبير المعلمين حضر وتحداه بقتال وش لوش عشان يعرفوا مين الاقوى. بعد فترة قصيرة زانج وصل المدرسة مع وان، وهناك قابل كوي هو وباقي الهمجيين. طبعا زانج اتصدم وعرف ان هو السبب في الفوضى دي كلها، لكنه ما قدرش يقاتل الهمجيين لانهم هربوا. ولما دخل السجن اتفاجئ ان كل التلاميذ ميتين ولقى معلمه مصاب بشدة. المعلم قال لزانج انه لازم يصحح اخطائه ويوقف كوي وجيش الهمجيين عند حدهم والا هيدمروا كل حاجة بطريقهم. بعد كده مات، وزانج ووان بكوا عليه بشدة. بعد موت المعلم ودمار مدرسة الفنون القتالية زانج قعد يتأمل على البحر، ووان اعطته لعبتها عشان يهدي اعصابه. في الوقت ده يو كانت بتعزف وسط الغابة واتفاجئت ان والدها كوي اتحرر من السجن، فحست بسعادة كبيرة وقالت له ان اتباعه هاجموها في غيابه. طبعا كوي اتعصب بشدة، واول ما شاف جون عاقبها، لكنه اول ما حاول يهاجم المقاتل المقنع اتفاجئ بقوته الرهيبة لانه اتصدى ليه ببراعة. اما الجنرال فضل يطلب من قائد الجيش انه يوفر دعم لانهم اتحاصروا من كل اتجاه، لكن قائد الجيش رفض يجاوبه، فبدأ يشك انه خاين وتابع للهمجيين. وهنا زانج حضر عشان يقابله. زانج قال للجنرال انه هيخاطر بحياته من اجل هزيمة كوي واتباعه لانه السبب في هروبه من السجن، لكن الجنرال طلب منه ما يتهورش لانه ممكن يموت. بس للاسف زانج ما سمعش كلامه وانطلق عشان يطلب مساعدة مجموعة معلمين اقوياء موجودين وسط الغابة. بعد فترة قصيرة زانج قدر يوصل لمخبأ المعلمين بمساعدة حطاب بسيط، لكنه اتفاجئ ان المعلمين ميتين لان كوي خلص عليهم. كوي قال لزانج يتحد معاه وينضم للهمجيين لانه شاب قوي وموهوب بالفنون القتالية، لكن زانج رفض طلبه وبدأ بالقتال معاه. للاسف كوي سيطر في المعركة وقرب انه يقتل زانج، لكن فجأة يو ظهرت وقالت لوالدها ان زانج انقذها من الموت، فكوي قرر يسيبه يعيش. وهنا المقاتل المقنع حضر بدون سابق انذار. المقاتل المقنع كان عايز يقتل كوي عشان يبقى هو قائد الهمجيين الوحيد، وبدأ يهاجمه بشراسة. كوي قاوم بكل ما عنده، لكن المقنع سيطر عليه لانه كبر في السن، واول ما قرب يقتله هو وبنته زانج دافع عنهم ببسالة، لكن المقنع غلبه هو كمان. وقبل ما يخلص عليه كشف قناعه واظهر ان هو الجنرال من البداية، وكان بيتجسس على جيوش الامبراطور عشان يساعد الهمجيين في الانتصار. وهنا وان تلميذة زانج هجمت المقنع وحاولت تغفله، لكنها اتسممت وفقدت الوعي. ده غير ان المكان كله بدأ ينهار، فكوي ضحى بحياته عشان يعطل المقنع لحد ما الدودة العملاقة ظهرت وانقذتهم على اخر لحظة. في النهاية يو وزانج وصلوا مكان امن وسط الغابة، ولما زانج حاول يعالج وان تلمسته فشل لان السم بقى يجري في دمها. قبل ما وان تموت اعطت زانج لعبتها وطلبت منه يحتفظ بيها. طبعا زانج حس بالحزن وفضل يعيط بحرقة لان وان كانت زي اخته الصغيرة بالظبط. بعد ما زانج دفن وان قعد يفتكر ذكرياته معاها، لكنه اتفاجئ ان المقاتل ابو وجهين وجون حضروا عشان يخلصوا عليه. للاسف زانج كان مصاب من قتاله ضد المقنع وما قدرش انه يدافع عن نفسه، فالمقاتل ابو وجهين وجون اتحدوا عليه وضربوه ضربة قوية وقعته في قاع النهر. لما زانج كان بيغرق افتكر فن الووجي اللي اتعلمه من كوي وفن التاي تشي اللي درسه من معلمه، وعرف ان السر للفوز هو انه يدمج الفنين مع بعض. وهنا زانج استجمع قوته ورجع للقتال من جديد، لكن المرة دي المقاتل ابو وجهين وجون اتصدموا من قوته الخرافية لانه كان بيستخدم تقنيات فن الووجي والتاي تشي بنفس الوقت، واخترع فن قتال جديد. بعد كده مسكهم طحنهم وخلص عليهم تماما. في الوقت ده المقنع قابل شي رئيس الهمجيين وقال ان هو اللي قتل كوي. بعد كده خلص على مساعدته بدم بارد وكان هينهي حياته تماما، لكن فجأة يو ظهرت وقالت انها رجعت عشان تنتقم لوالدها. بس للاسف المقنع اقوى منها بكتير وسيطر عليها بسهولة. وهنا زانج ظهر وقال ليو انه هيتصدى للمقنع بنفسه. زانج قال للمقنع انهم كانوا اصدقاء اعزاء وتربوا مع بعض، لكن المقنع قال انه لما كان شغال جنرال لاحظ ان قائد الجيش ما بيهتمش بالجنود اللي بيموتوا كل يوم، عشان كده قرر ينقلب عليه هو والامبراطور. بالفعل المعركة ما بين زانج والمقنع بدأت اخيرا. في البداية القتال كان متعادل لان المقنع
المقنع وزانج اتدربوا على الفنون القتالية من صغرهم ويعرفوا كل حركات بعض. اما يو اضطرت تقاتل اتباع المقنع لوحدها واتحصرت من كل اتجاه، لكنها اتفاجئت ان الدودة العملاقة رجعت من جديد وانقذتها على اخر لحظة. بعد كده بدأت تقذف شباك حريرية على المقنع عشان تثبته في مكانه وتساعد زانج، لكن المقنع هرب بصعوبة وضرب الدودة ضربة قاضية انهت عليها تماما. وهنا المكان كله بدأ يتهدم بسبب الانفاق اللي الدودة العملاقة عملتها، لكن زانج والمقنع استمروا في القتال. وهنا زانج طلب من المقنع يستسلم لانهم كانوا اصدقاء زمان، لكنه رفض. فزانج استخدم تقنية سرية مميتة وقدر انه يفجر كل الشرايين في جسم عدوه. قبل ما المقنع يموت قال انه لما كان جنرال حلم انه يوقف الحرب بسبب الجنود المساكين اللي بيموتوا. اما زانج حس بحزن شديد على صديقه وقال ان الغضب اعماه وخلاه يخون الجميع. وده كان ملخص فيلم ذا تاي تشي ماستر. اشترك عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.